السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائنا الكرام، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم، ويتجدد اللقاء والموعد مع حضراتكم ومحتوى جديد. وخلينا نبدأ المحتوى بتاعنا. نقول شاب مصري يعني عامل لنص مصر، مش عارف بصراحة، إزعاج رهيب رهيب. الناس اللي هو النص المصري يعني الناس تقوم من النوم وتنام تاني تصحى، يفضلوا يغلطوا في الولد دون، الشاب المصري دون اللي هو ما تجاوزش ال 25 سنة أو ما تخطاهاش. وبنلاقي يعني شيء غريب جدا، سب، يشتموه، يشتموا والدته، يشتموا أبوه، يشتموا زوجته. حاجة بصراحة منتهى يعني عدم، مش عارف أوصف بيه بصراحة. إيه ذنب، إيه قصته الشاب المصري ده يا كابتن ناصر؟ قصته يا عم الحاج ان هو ساب احدى المؤسسات وما رضيش يشتغل فيها، وراح لاحدى المؤسسات التانية. هي دي كل قصته، هي دي كل قصته. ما تفهمش يعني، عامل للناس اللي هو النص التاني دون بصراحة يعني شيء ما شفناهوش. يعني نصحى ونقوم على اسم الشاب دون للدرجة دي؟ ما تعرفش. هقول لهم شيء غريب 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 يعني بصراحة. ما شفناش كده. هو طب ايه اللي حصل؟ زي ما بقول لك، ما رضيش يشتغل في مؤسسة معينة، او سابها بطريقة ما، او زي ما بيقولوا بكوبري، بطريقة مش عارف تسميها زي ما تسميها، وراح اشتغل في مؤسسة تانية. انت بتتكلم جد والله زي ما بكلمك، شتيمة بالام وشتيمة بالاب وشتيمة فاهمني؟ حاجه شيء غريب 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 بصراحه. والاغرب منه بقى ان الولد ده راح المؤسسه الثانيه وسميها باي طريقه ما. المهم ان هو وصل للمؤسسه الثانيه دي ونجاح، مش عايز اقول لك رهيب رهيب، يعني نجاح ليس له مثيل زي ما بيقولوا. مره، مش مره، لا مرتين، ثلاثه، سبحان الله العظيم زي ما بيقولوا. يتشتم من هنا ويتبهدل من هنا، يوم الولد ده نجاحاته تظهر من الناحيه الثانيه. شوقتنا يا كابتن ناصر، ايه الحكايه؟ اظن الناس اللي هي متابعاني عارفه انا بتكلم على مين. شيء بصراحه يعني ما شفناهوش، مع ان المؤسسه الثانيه واخده قده 3 مرات منافسات بقى، وزي ما انت عايز تقول، بس هو الولد دون سبحان الله ربنا يعني حاطط فيه البركه، ونجاح ليس له مثيل. طبعا اظن الناس اللي هي متابعاني اعتقد انها عرفت ان انا بتكلم على مين قبل ما اقول اسمه. طبعا كلنا، او خلينا نقول ان هو من الكلام بان ان هو طولت. انا كابتن امام عاشور، بنشوف كل مباراه بتشتم من الجمهور اللي كان بيلعب باسمه والاعلاميين بتوعه، وشيء بصراحه يعني زاد عن حده. والولد يعني الا تتعقلون، الا يعني تستوعبون؟ كل ما بتشتموا فيه الولد بينجح، والولد بيحقق نجاحات رهيبه زي ما بنشوف. شيء يعني انت بتغلط من هنا وربنا سبحانه وتعالى بيكرمه من هنا. يا جماعه كفايه بقى، كفايه، حرام. يعني انت بتغلط في واحد وربنا بيكرمه وبيوفقه بنجاح منقطع النظير. يعني انت مش هتقف قدام المولى عز وجل. اكيد الولد دون يعني في حاجه حلوه، يعني ربنا هو اللي ادرى بيها. ما ينفعش كل مباراه كل شويه امام عاشور. يا راجل ده اكتر اسم اتقال في مصر خلال اول الشهر ولا 6 اشهر، ولا من ساعه ما اتنقل للنادي الاهلي. يا راجل امام عاشور، يا راجل لو عملت احصائيه، لو كان في جرايد زي زمان وكده هتلاقي منشطات امام عاشور. بص على الصفحات اللي هي في العصر اللي احنا فيه دلوقتي، كل صفحه امام عاشور. حتى يوم ما تلاقيش صفحه ما فيش امام عاشور. اللي بينتقد واللي بيشيد. شيء بصراحه اصبح يعني غريب. وعلى الجانب الاخر تلاقي النادي الاهلي، في 3 من النادي الاهلي بيلعبوا في نادي الزمالك، ما كلنا عارفينهم، عبد الله السعيد وناصر ماهر واحمد حمدي، يعني ولاعيبه كل لعيب فيهم فرقه وتصنع الفارق. يعني اشمعنى انا مش محايده ولا انا باجي مع حد
ولو في نفس القصه دي في الاهلي سوري في الاهلي او العكس، انا هتكلم، ما عنديش اي حساسيه من حد، ولا الحمد لله حد بيدينا حاجه ولا حاجه، راينا من دماغنا. ما ينفعش كده يا جماعه. هل انت بتشوف جمهور الاهلي بيمسك عبد الله السعيد، عبد الله مش عارف ايه يا ابني ما فيش؟ هل بتلاقي ناصر ماهر جماهير الاهلي بتمسك ناصر ماهر ولا احمد حمدي زي ما فيش الكلام ده؟ شيء غريب وتعدى يا جماعه. في مصر فيها حاجات كتيره غير يعني غير امام، انتوا مش منتبهين غير الامام عاشور. شيء غريب بصراحه. يعني نقول ايه مثلا لجان معينه تريد ان نتمنى يعني يا جماعه كل واحد، يعني انت خليك في شغلك وشوف مصلحتك واكل عيش اولادك. يا عم خلينا في الرياضه، شجع ناديك ومالكش دعوه بالطرف الثاني. يعني شيء الموضوع زاد عن حده جدا. كل ماتش امام عاشور يتشتم تمام. والراجل ربنا زي ما قلنا بيكرمه احلى كرم. انا يعني ما ينفعش يا جماعه، يعني سبحان الله بيتشتم من هنا ويغلطوا فيه من هنا. والولد يعني كان الاول بيجيب جون، لما العمليه زادت بقى يجيب بالاثنين وبالثلاثه. يا جماعه رفقا بامام عاشور، احنا في الاخر عاوزين مصلحه منتخب مصر. اي نادي بيطلع لعيب كويس، يا عم طلع من الزمالك طلع من الاهلي مش قصه، المهم ان في الاخر الفايده بترجع لمنتخب مصر. الفايده في الاخر بترجع لمنتخب مصر. ولا زي كده مكسب لمنتخب مصر، الله يبارك له. انا كتبت الكوره بتحب امام عاشور، والكوره عايزه تروح لامام عاشور الصراحه. الحقيقه فعلا الكوره بتروح للولد تمام عن غيره. لو لاحظت لعيبه ثانيه خلي بالك كده من حسين الشحات تمام، كل التقدير، كان الفتره اللي فاتت جميل جدا، بس الكوره من اليومين دول مش ماشيه معاه، بتيجي من الامام عاشور سبحان الله. يعني اللي انتوا بتعملوه بيجي للولد سبحان الله بحسنات، وبيعود عليكم انتوا بسيئات. نهدي اللعب يا جماعه، وحرام عليك، اعتبره اخوك، اعتبره ابنك، حرام عليك، ده ولد وشاب مصري. ايه ساب الزمالك ولا راح الاهلي، ولا ايه ساب الاهلي وراح الزمالك؟ ايه ذنب امه؟ ايه ذنب ابوه؟ ايه ذنب زوجته؟ ايه ذنب بنته؟ انت ما شفتش يا كابتن ناصر لما عمل البالونه؟ ومش الراجل طلع بيقول لك واعتذر، بيقول لك انا كنت بلعب مع بنتي، وكل ما فرقع البالونه تضحك، ويفضلوا فاهمني يلزجوا بيه بحاجات ما لهاش اي معنى، وحاجات مش عارف كان بيمشي مع مين وكان عامل مع مين. يا جماعه اتقوا الله، والله العظيم كل ده غلط. يعني هو زي ما هقول ايه، زي تشيل من سيئات بتحطه، يعني بترجع بحسنات لامام عاشور تاني سبحان الله. والمكافاه بنشوفها زي ما انتم بتشوفوا، بيجيب بالثلاث. يا عم هنعمل فزوره في النهايه وهنقفل. هات لي لعيب مصري والله انا ما اعرف عن نفسي حط بره في افريقيا سواء مع المنتخب او مع النادي، حط 3 اهداف بره. شفت كرم ربنا قد ايه؟ والله العظيم انا ما اعرف. بقول لك لا، اذكر لعيب مصري احرز 3 اهداف هاتريك خارج البلاد، سواء نادي او سواء منتخب. رفقا بامام عاشور، ربنا يهديكم ويحسن من فرقتك، وشجع فرقتك وادعم فرقتك بصفقات، او الجمهور شجع خليك في فرقتك. بس انت ما سيئات فوق دماغك، مش هقول لك اكتر من كده. ربنا يكرمه وربنا يفرح اهله بيه. اعتبره ابنك، اعتبره اخوك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كوره مع رسول الله.